قبل ما نبداو القصه بغيت نشكر كلشي اللي كيتابع قناه نص الليل، الناس اللي كيسهروا معنا وكيقراو معنا وكيعيشوا الرعب كلمه بكلمه نفس بنفس. ولكن اليوم ماشي غير قصه ديال الجن وماشي غير دار فيها الغوات والضو كيطفى وكيشعل. الليله غادي نحكي لكم على واحد الكائن كيضحك كيهضر كيلبس البيض وكيخيط الغراز بصبر، ولكن ماشي في القماش، في البشر. في البشر ناس دازوا من بابو وما خرجوش كيف ما دخلوا. خياط الشيطان ماشي راجل عادي وماشي جني، هادي حاجه وسط الظلام كتعرف فين توجعك وفين تغرزك بالغراز اللي ما كتشافاش. الا كنتي من النوع اللي كينعس بلا ما يطفي الضوء، انا ما مسؤولش على شنو غادي تسمع ولا شنو غادي تشوف منين تسالي هاد القصه. مرحبا بك في قصه الخياط الشيطان. في واحد المدينه وسط الزنقه القديمه ديال السوق كاين واحد المحل صغير، الحيط ديالو مشقق، الباب ديالو من الحديد وفيه قفل كيبان جديد بزاف. فوق الباب كاين واحد الكتابه مكتوب فيها بخط قديم: الخياطه العصريه السي حسن. السي حسن راجل باين فيه الوقار، شعره شايب وديما داير طابليه بيضاء ونظاظر طبيه. الصوت ديالو مهدن والوجه ديالو قاصح بحال ما فيه لا فرحه لا حزن. الناس كيعرفوه كخياط خدام على راسو وما كيدخلش في الشغالات ديال عباد الله، ماشي ديال القهاوي وماشي ديال الهضره الخاويه. المحل ديالو كيتسحن مع الفجر وكيتسد مع العشاء، ولا كان شي واحد باقي خياط بحال الناس القدام فهو السي حسن. كانت عنده ماكينه ديال الخياطه قديمه وكرسي من الخشب، وفي الحيطان ديال المحل كان معلق فيهم تصاور ديال شي موديلات من السبعينات. وفي واحد الكوان كان ديما معلق واحد الفانوس صغير كيضوي بشمع خفيف بحال داخل شي زمان اخر، زمان ما بقى عنده حتى شي علاقه بالحاضر. ولكن ما كاين حتى شي واحد كان يقدر يتخيل باللي داك السي حسن شي خياط عادي. ما كاين حتى واحد كان عارف باللي في داك المحل ماشي غير القماش اللي كيتفصل، كاينين حتى الناس. في 2007 كانت واحد السيمانه كلها شتا والسحاب ناشر فوق المدينه كيف الحزن اللي ساكن في قلوب الناس. ذاك الوقت كان واحد الشاب سميتو رشيد، بائع متجول كيجي من دوار قريب، كيبيع التونيات والقمصان في السوق. رشيد كان كيخدم بجهد وكل نهار كيجيب سلعته وكيفطر في الموقف وكيمشي يدور بين الدكاكين وكيعرض على الناس وكيخلي الارقام ديالو. نهار اثنين جا عنده صاحبه وقال لي: علاش ما تمشيش تخيط واحد القفطان زوين لبنتك عند السي حسن، راه خياط ممتاز وكيخدم ثمن معقول، خصوصا باللي عيد ميلاد ديال بنتك قرب. رشيد ضحك وقال لي: علاش بنتي كدير شي عيد ميلاد؟ يلا نجرب. مشى عند السي حسن، دخل المحل، سد عليه الباب بلطف. من داك النهار رشيد ما بقاش بان. مراتو ملي ما رجعش في العشيه قالت يمكن بات عند شي صاحبه، ولكن نهار جوج ثلاثه بدات كتحس باللي شي حاجه ماشي هي هذيك. مشات كتقلب عليه في السبيطارات كتسول صحابو، ما كاين لا خبر ولا اثار، حتى وصلت عند البوليس وقدمت بلاغ رسمي. راجلي سمعت باللي مشى خيط عند واحد الخياط سميتو السي حسن وما رجعش. جاو رجال الامن وداروا زياره المحل، لقاو السي حسن كيصوف واحد الجلابه خضراء خدام في صمت، وسولوه: واش جا عندك واحد السيد سميتو رشيد ودلاله خديجه؟ قال لهم: جا عندي، جا باش يخيط عندي قفطان، ولكن ما صبرش بقى كيستعجل، خدا القماش ومشى وما كملش حتى الخدمه. البوليس بقاو كيدوروا في المحل، والمفاجاه ما لقاو حتى دليل واحد ضدو، لا كاميرات لا بصمات لا دم لا والو، مجرد خياط وراجل كبير كيخيط وكيضحك شويه. البوليس رجعوا خاويين، ولكن سجلوا الملف باختفاء غامض. ولكن اللي ما عرفوش البوليس هو ان داك النهار السي حسن كان زاد غرزه جديده في شي تصميم خاص من الجلد ديال الانسان. الناس في ديك المدينه بداو كيتكلموا بواحد الصوت واطي: شحال من واحد مشى عند داك السي حسن وما عمرنا شفناه عاوتاني، اشنو كيف داك المحل؟ علاش داك الضوء ديال الشمع ما كيطفاش؟ البنت اللي كانت كتخدم حداه مشات بلا ما تقول والو. واش ماشي غريب هادشي كامل؟ الناس كتخاف وكتسكت، وحسن باقي خدام كيشرب اتاي بالنعناع وكيسمع للراديو القديم. السي حسن كانت عنده واحد الغرفه في اللور ديال المحل، غرفه صغيره
الباب ديالها صبوغ بنفس اللون ديال الحيط، وبينه وبين الستاره مكتوب بخط صغير ممنوع الدخول. واحد النهار واحد الزبون دخل بالغلط ودفع الباب غير بشويه، وكان شاف النص ديال الغرفه خرجت ليه ريحه خانزه بحال شي جلد محروق، وشاف واحد الزاويه شي شكل واقف ماشي مانكان وماشي تمثال، بحال شي حاجه معموله من شي حاجه ماشي طبيعيه. حسن دخل عليه بالزربه وقال لي اسيدي هاد الغرفه فيها مواد كيماويه ما تصلحش تدخل ليها بلا كمامه. خرج داك الزبون خايف وما رجعش، ولكن ما هضرش حيت قلبه ما كانش قوي. البوليس من بعد اختفاء رشيد بقاو دايرين العين. واحد المحقق سميتو عبد الرحيم قرر يرجع المحل، جا معاه واحد صاحبه من العلم الجنائي وقال لي بغيت غير نفهم واش هذا الراجل عنده شي سكه مخفيه ولا باب كيخبي فيه شي حاجه. دخل عنده شرب معاه اتاي وسولو سي حسن علاش ديما ساد داك الباب. ضحك حسن وقال لي تما كاينه شي سلعه قديمه شي حوايج ما كنبغيش نوريهم للناس، وما زادش الهضره. عبد الرحيم طلب يدير تفتيش وحسن قال لي مرحبا ما عندي ما نخبي. فتشوا المحل، الماكينات، القماش، الاكياس، حتى الغرفه الخلفيه، ولكن ما لقاو والو. الغرفه اللي شافوها كانت خاويه فيها غير شي ريحه قديمه وبعض الصناديق فيها حوايج قدام. خرج البوليس وما لقاو حتى دليل، ولكن اللي ما كانوش عارفين هو ان الحقيقه ما كانتش في ديك الغرفه، كانت ورا الحيط اللي في الغرفه. كان داير باب سري كيدور على محور خشبي، وراه غرفه اخرى ما فيها لا خياطه لا صناديق، فيها كوابيس. ماشي اليوم، ماشي في هذاك التفتيش، داك السر بقى مدفون حتى العام 2013. النهار سخون والغبره منتشره في الزنقه ديال السوق، وصوت الماكينات القديمه كيدوي من الداخل ديال المحلات ديال الخياطه. وسط الزحام وقفات واحد البنت قدام محل السي حسن، كانت لابسه جين وتيشورت بيض وشاده في يديها ملف فيه شي اوراق، وعلى وجهها نظره ديال الحماس والفضول. سميتها سعاد. سعاد طالبه في معهد الفنون الجميله، جايه دير واحد المشروع ديال التخرج. الموضوع ديالو الزي المغربي التقليدي ما بين الاصاله والغموض. بغات شي قفطان كلاسيكي من نوع نادر، وسمعت على السي حسن من واحد الجروب في الفيسبوك، خياط قديم باقي كيخدم بطرق تقليديه وعنده موديلات نادره. مشات لعندو سولاتو، دخلات وتعامل معاها مزيان. قال لها بغيتي شي قفطان على طراز قديم؟ راه عندي واحد في الغرفه اللورانيه، يلا نوريه ليك. هزات عينيها شافت الستاره تردات شويه، ولكن قال لها ما تخافيش انا غير خدام وعندي بناتي بحال. تبسمات ومشات وراه، ومن ديك اللحظه ما بقاتش بانت. نهار يومين ثلاثه والديها بداو كيتصلوا، تليفون طافي، سولوا صحابها ما عندهم حتى خبر. الام حسات باللي بنتها وقعت لها شي كارثه، شدات الطريق وبقات كتسول حتى عرفت باللي بنتها مشات عند واحد الخياط سميتو السي حسن، وتما وصلات قدام محل صغير في الزنقه وشافت السميه خياطه عصريه السي حسن. شداتها النفس ودخلات، لقات السي حسن جالس كيخيط هدوء، وفوق الطابله كاين واحد القماش خضر ممزوج بالبني. سولاتو وهي خايفه فين هي بنتي، فين سعاد؟ جات عندك تخيط قفطان وما رجعاتش. حسن بقى ساكت، ومن بعد جاوبها عقلت، جات خدات القياسات وخدات القماش ومشات، حتى صورت ليا في التليفون فيديو كتشكرني فيه. خرج التليفون وراه ليها سعاد بنفس اللبسه كتضحك وكتقول شكرا السي حسن، الخدمه زوينه، غادي نمشي دابا، مع السلامه. الام بداو رجليها كيترعشوا ليها، ولكن كان شي حاجه ناقصه في الصوت. الضحكه ماشي طبيعيه، النظره ماشي مرتاحه، والخلفيه مظلمه بحال شي حيط مسدود. الام مشات عند البوليس وقدمت شكايه رسميه. بنتي دخلت عند خياط وما رجعاتش، وانا ما قنعنيش داك الفيديو اللي وراني. المحقق عبد الرحيم شاف الفيديو وشك فيه، وجابوا للتقنيين وداروا تحليل الصوت، ولقاو باللي الصوت مركب بالذكاء الاصطناعي وجاه فيه تعديلات رقميه. بداو البوليس كيجمعوا الادله وداروا امر بالتفتيش العاجل، وكانت هذه هي بدايه نهايه الخياط. من بعد الشكايه ديال الام والتحليل ديال الفيديو،
النيابة العامة خرجت إذن رسمي بتفتيش المحل. نهار التفتيش كانت المدينة كلها شاعلة، الناس مجمعين من بعيد كيشوفوا البوليس، العيالات مغطين في فمهم والرجال ساكتين، ماشي خوف ولكن صدمة من الفضيحة. السي حسن كالعادة لابس طابلية بيضاء وكيضحك بشوية، ما قال حتى كلمة. المحقق عبد الرحيم دخل ومعاه فرقة خاصة ومعاهم خبير، فتشوا الواجهة، الماكينات، الصناديق، الستارة القديمة، ودخلوا الغرفة الخلفية. من وصلوا لواحد الحيط الخبير وقف وقال راه هنا كاين شي فراغ داخلي، كنسمع صوت غريب من ورا هاد الحيط. جابوا واحد الجهاز صغير ديال المسح الحراري وشافوا بلاصة سخونة بزاف مربعة وسط البرد. قالوا هذا راه باب مخفي. فعلا لقاو الباب، فتحوه والداخل صمت ثقيل، ريحة ديال اللحم محروق والجو كيقلب لك المصران. دخل المحقق عبد الرحيم، شعل الضوء، شاف كابوس. كان داخل بحال شي ورشة ديال الجنون، صناديق من خشب كل وحدة مكتوب فيها تاريخ، في وسطهم عظام بشرية مرتبة بدقة، في واحد الطابلة يد بشرية مخيطة بخيط أبيض. الحيط فيه تصاور من أجزاء ديال شي جسم مرسومة بحال باترونات ديال الخياطة، الكتف، الفخذ، الوجه. فوق واحد المانكان كاين واحد الجلد ديال الانسان مشدود بالخيط، مخيط بحال القفطان، والشعر محطوط في شكل زواق، والعينين كانوا كويرات ديال الزاج بحال ديال الدومه ولكن مطليين بالدم. ووسط الغرفه كاين كتاب كبير مكتوب فيه بخط حسن، كل واحد خيطته بطريقه خاصه، كل ضحيه عمل فني، كل صرخه كانت غرزه في هاد اللوحه. المحقق بقى واقف بلا حركه حتى قال بواحد الصوت واش كنا عايشين حدا شيطان وما حسيناش. خرج البوليس وشدوا حسن وربطوه وكانوا غاديين ينقلوه للمركز، ولكن حسن ما بان عليه حتى خوف، بقى كيتمتم في صوت خافت مازال ما كملش، التصميم الكبير باقي ناقص. السي حسن ملي شدوه البوليس ربطوه مزيان، سلاسل في يديه ورجليه والمراقبة عليه مشددة، لأن الملف ديالو تجاوز الجرائم العادية، دخل في حدود ماشي بشرية. في ليلة الترحيل للمحكمة كانوا غاديين ينقلوه لواحد المركز باش يدوزوه على الطب النفسي، حيت المحققين بقاو حايرين واش كنهضروا مع مجرم ولا مع شي مخلوق خارج ليه العقل. داروا ليه حراسة أمنية فيها 8 ديال الرجال وجوج ديال السيارات مرافقينهم، وكان وسط منهم مربوط وكيهضر مع راسو. واحد من رجال الامن سمعو كيتمنتم، توب مازال خاصو اخر غرزه، مازال ما كملش. جاوبو وهو كيضحك بلا ما تكمل غادي تكمل حياتك في الحبس. حسن ضحك ضحكه خفيفه ماشي مجنونه ولكن بارده بحال الموت. في نص الطريق واحد من الضباط اللي في الكاميو بدا كيحس بالدوخه، ومن بعد بداو عينيه كيتقلبوا وطاح فاقد الوعي. اللي معاه بدا كيتنفسوا بصعوبه، الضوء في الكاميو بدا كيطفى وكيشعل، وكيف ما قال واحد منهم من بعد حسيت بحال شي حاجه كتضغط علينا، ماشي انسان، بحال شي ظل كيسد علينا النفس. وفي لحظه الباب الخلفي ديال الكاميو تحل بوحدو، الضابط اللي كان كيسوق وقف في الكاميو وهو مخلوع. مشاو يشوفوا شنو وقع، لقاو السلاسل محلولين بلا حتى شي خدش، والسي حسن اختفى. البوليس دار حاله استنفار، داروا الحواجز، قلبوا الجبال، جابوا حتى القوات الخاصه، لكن السي حسن ما بقى ليه حتى شي اثار. في المحل ديالو رجعت واحد الريحه كريهه من بعد مرور الايام، وعاودوا دخلوا ولقاو وسط الغرفه راس ديال العنزه معلقه بخيط من الحرير، وفوق ديالو مكتوب الخياطه ما كتساليش حتى كيسالي القماش ديال الناس. من داك النهار المدينه تحولات، وكل واحد بدا كيسد الباب مع المغرب، وكل خياط ولا كيقلب المحل ديالو قبل ما ينعس. السي حسن ما عمر شي حد شافو من داك النهار، ولكن كل مره كتوقع شي جريمه غريبه كيخليو فيها بصمه ديالو، خيط ابيض في جلد الضحيه. هذه كانت قصه الخياط الشيطان، قصه ديال الجنون، الفن الدموي والعقل اللي خيط الشر بالابره والغراز حتى ولا وحش وسط البشر. انا راوي نص الليل، وغادي نرجع لكم مع قصه جديده اكثر ظلمه واكثر رعب. الا كنتي باقي ما شاركتيش راه الخيط باقي كيتخيط وما غاديش يسالي، حتى تشارك وخلي تعليق وتقول لي فيه. انا باقي كنفكر في هذاك الجلد المخيط.
ما تنساش تفعل الجرس حيت القصه الجايه غادي تخيط لك القلب وغادي تفضح اللي باقي من القصه.